من هذه المباراه اللي كتعرف غياب لاعب رقم 12 هو الجمهور، اللي نتمنوا بانه دائما يقدم صور جميله، لانه مباراه بدون جمهور اعتقد بانه ما عندهاش القيمه ديالها. غنتابعوا هذه المحاوله، الكره طويله كيمشي لها المدافع محمد الحاج اللي كيحاول انه يساند الهجوم ديال فريق الرجاء. زكريا او عبد الاله حافظي كيمرر في اتجاه زكريا الهاشمي كيمرر في اتجاه صلاح الدين عقال، كيوضع الكره امامه صلاح الدين عقال، تمريره تدخل جيد ديال سمير الزكرومي. كل محاولة الآن ديال الرجاء كتعرف تدخل ديال المدافعين. اسماعيل بن معلم طريقة جميلة باش كيسترجع الكرة. كوكو عبد الاله حافظي لي سمويتيز طلب الكرة، خدا الكرة لي سمويتيز، ثلاثة ديال اللاعبين. هذه محاولة حمزة برزوق، صلاح الدين عقال، هذه محاولة هدف لفائدة فريق الرجاء والمسجل الكونغولي لي سمويتيز. هدف لفائدة فريق الرجاء البيضاوي والمسجل الكونغولي ليس مويتيس بعد عمل جيد لفائدة فريق الرجاء البيضاوي اللي كيتمكن من تسجيل الهدف. كان انفراد ديال صلاح الدين عقال امام الحارس انس الزنيتي هو اللي كيمرر بدوره في اتجاه ليس مويتيس. هنا كنتابعوا الاعاده، صعود ديال صلاح الدين عقال والتمريره من حمزه برزوق. صلاح الدين عقال لاحظوا خروج خاطئ وتسديده ديال ليس مويتيس، يعني لاحظوا مره اخرى تمريره في اتجاه صلاح الدين عقال. كان هناك فراغ على مستوى الدفاع ديال فريق الجيش الملكي، وليس مويتيز يسجل هدف لفائده فريق الرجاء البيضاوي. تقني نفس بالنسبه للكوكب المراكشي رفقه هشام الدميعي، المغرب التطواني رفقه عزيز العامري، وشباب الريف الحسيمي رفقه حسن الركراكي. هذوما الانديه اللي حافظوا على الإدارة التقنية. هذه محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي كانت بواسطة اللاعب المهدي النغمي، وتدخل اسماعيل بن معلم. الكرة في الشرط، أيوب الخالقي، لاحظوا الاندفاع ديال رشيد الطوسي. أيوب الخالقي كيلعب الكرة مع عبد الرحيم شاكير. أيوب الخالقي بإمكانه يرفع الكرة، كيرفعها رأسية. هذه محاولة، هدف يوسف انور، هدف يوسف انور كيتمكن من تسجيل الهدف. كانت محاوله خطيره لفائده الجيش الملكي. لاحظوا فرحه كبيره ديال رشيد الطوسي بهذا الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقه 51 بواسطه يوسف انور. يعني في جوج ديال المناسبات كيسدد يوسف انور تدخل ديال هشام علوش، ومره اخرى كيوضع الكره في الشباك. كنتابعوا الاعاده. ايوب الخالقي كيمرر راسيه ديال عبد السلام بن جلول، كتجي امام يوسف انور، كيسدد مره اخرى بالرجل اليسرى، كيوضع الكره في شباك الحارس هشام علوش، وبالتالي هدف التعادل لفائده فريق الجيش الملكي. من زاويه اخرى كنتابعوا الاعاده ديال هذا الهدف. لاحظوا يوسف انور حرا طليقا كيسدد في جوج ديال المناسبات، وبالتالي كيتمكن من انه يوضع الكره في يعني وسط الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. هو اللي غيخلي يعني يمكن نقول الفراغ، ولو ان اعتقد بانه رشيد الطوسي غادي يكون حديث مع انس عزيم هو اللي ياخذ المكان ديالو، لان كنعرفوا انس عزيم من اللاعبين اللي كيلعبوا بطريقه جيده في هذا المكان. مره اخرى كنتابعوا الاعاده، بالفعل كانت لمسه يد. اذا ضربه خطا لفائده فريق الرجاء البيضاوي، ومن المنتظر انه يكون هناك تغيير، لانه اكيد رشيد الطوسي سيلجا انه يكون هناك تغيير تكتيكي على مستوى التموضع ديال اللاعبين بعد الخروج ديال سمير الزكرومي. طرد تقريبا يعني 6 ديال الدقائق على بدايه الجوله الثانيه. اذا ضربه خطا لفائده فريق الرجاء البيضاوي. الحكم كيطلب من اللاعبين انهم يعطيو الامتار القانونيه. ضربه خطا تكون خطيره على مرمى الحارس انس زنيتي، والجيش الملكي يلعب ب10 لاعبين القادم، والتغيير الاول غادي يكون في صفوف فريق الجيش الملكي. نبيل الولجي هو اللي كيستعد للدخول. نبيل الولجي
مدافع اللي استخدموا فريق الجيش الملكي من الفريق الوداد الرياضي. غنتابعوا ضربة خطأ. مرة أخرى الحكم كيطلب من اللاعبين أنه يعطيو الأمتار القانونية. إذا عادل كروشي، فيفيو مابيدي وزكريا الهاشمي، ثلاثة ديال اللاعبين وراء الكرة. كنعتقد عادل كروشي هو اللي يمكن غادي يسداد. عادل كروشي كيسداد، هدف جميل ديال عادل الكروشي، هدف جميل ديال فريق الرجاء البيضاوي، هدف ثاني للرجاء البيضاوي بواسطة عادل كروشي. يعني كيوضع الكرة في الزاوية اليسرى للحارس أنس الزنيتي، وبالتالي هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. قلت بأنه يعني يمكن تكون نقطة تحول ديال المباراة. الطرد ديال سمير الزكرومي، لاحظوا الطريقة الجميلة باش لعب الكرة وباش سجل اللاعب عادل كروشي اللي كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائدة فريق الرجاء البيضاوي من زاوية أخرى. يعني هدف جميل كنا يعني نعتبروه كذلك من اجمل الاهداف، اكيد الى جانب الهدف اللي سجل زكريا حدرا في مرمى فريق المغرب التطواني، وهذوما الاهداف اكيد اللي كيحملوا المتعه، يعني متعه العين. اكيد كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني وهدف التعادل. عبد السلام بن جلون كيستغل فراغ كبير على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي، وبالتالي تسجيل الهدف الثاني لفائده فريق الجيش الملكي. اذا لاحظوا حتى ردة فعل ديال عبد الحق بن شيخه، يعني لانه الطريقه باش تسجل الهدف يمكن نقول بانه فراغ كبير على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي كيستغلوا صاحب التجربه الكبيره عبد السلام بن جلون. لاحظوا مره اخرى يعني التمريره، عبد السلام بن جلون مشى لوحده، كان يجانبه محمد الحاجي، هشام علوش كيخرج، وبالتالي اختيار الجهه اليسرى. هدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي بواسطة عبد السلام بن جلون. هدف كيرد به على هدف عادل كروشي. فرحة ديال رشيد الطوسي بهذا الهدف. يعني لاحظوا حتى يعني ردة فعل ديال اللاعبين ان تغيير دخول نبيل الولجي وخروج المهدي النغمي. اذا خروج المهدي النغمي ودخول نبيل الولجي اللي غياخذ مكان ديالو في يمنح الجيش الملكي بطاقه العبور للدور الربع النهائي. كره في وسط الميدان، هذه المحاوله بواسطه المهدي بن رحمه. المهدي بن رحمه كيمرر في اتجاه عبد الرحيم شاكير، بدوره كيمرر في اتجاه يوسف انوار. يوسف انوار كيحاول يدخل داخل مربع العمليات. يوسف انوار شو غادي يعمل؟ يوسف انوار كيعتمد على التقنيات ديال يوسف انوار، والقائم عبد الرحيم شاكير، والهدف هدف لفائدة فريق الجيش الملكي بواسطة عبد الرحيم الشاكير. إذا عبد الرحيم الشاكير يسجل الهدف الثالث لفائدة فريق الجيش الملكي. عبد الرحيم شاكير يتمكن من تسجيل الهدف الثالث، وقد يكون هدف العبور للدور الربع النهائي. 3-2 للجيش الملكي. لاحظوا العمل الكبير اللي قام به يوسف انوار. يوسف انوار كيحاول انه يراوغ يسدد. لاحظوا انه القائم الايسر هو اللي نبع الحارس هشام علوش. القادمون من الخلف عبد الرحيم الشاكير العميد يضع الكرة في الشباك ويمنع هدف الان، الهدف الثالث وهدف التقدم للجيش الملكي. 3-2. لاحظوا تسديده ارضيه، يعني والفرحه بالطريقه الخاصه ديال اللاعبين ديال الجيش الملكي، اكيد بالطريقه العسكريه. فرحه كانت كبيره ديال عبد الرحيم الشاكير وللاعبي فريق الجيش.